كنت بسمع عن مشاكل بيوت العيلة وأقول هو في سلايف ممكن يبهدلوا بعض أو يضايقوا بعض بالشكل ده. ياما اتحكالي عن قصص وحكايات بتحصل جوه بيوت العيلة. ما كنتش بصدق إن فعلا في ناس بالشر ده عايشين حوالينا. أنا تجربتي مش مع سلفتي ولا أخت جوزي، للأسف. أنا اتغدر بيا من أكتر حد كنت مفكراه هيكون حنين عليا، واللي اتعمل فيا يخليني أقول فعلا لا لبيوت العيلة. وقبل ما أحكي لكم تجربتي أعرفكم بنفسي. أنا سمر، عندي 26 سنة. من أول يوم دخلت في بيت جوزي وأنا بيحصل معايا حاجات غريبة. يعني لما جوزي سابني أغير هدومي وكان قاعد في الصالة، سمعت صوت حماتي بره معاه. قربت وقتها من الباب عشان أسمع هما بيقولوا إيه. وقتها اتصدمت صدمة عمري لما سمعت حماتي بتقوله: هو انت من اولها كده هتديها الحرية انها تعمل اللي هي عايزاه وتمشي كلامها عليك ولا ايه؟ لا اسمع بقى يا محمود، احنا هنا الرجالة هي اللي بتمشي كلامها وبس، ما عندناش حريم تمشي الرجالة على مزاجها. رد عليها بصوته ضعيف وقال: طب وانا خليتها تمشي كلامها عليا فين بس يا ماما؟ هي كل الحكاية انها بتقول عايزة نطلع نقضي شهر العسل في شرم الشيخ، وبعدين هو مش هيكون شهر كامل يعني، ده يا دوب اسبوع او 10 ايام. وانا قلت لا، يعني لا. هو انت شفت واحد من اخواتك عمل اللي بتقول عليه ده؟ ولا خد مراته ومشي يقضي شهر العسل برا البيت؟ خلص الكلام في الموضوع ده يا محمود، مش عايز اسمع منك ولا كلمة تاني. استغربت جدا من جبروت حماتي وقسوتها في الكلام. هي في الحقيقة ما تبانش كده، لكن وقتها انا عملت نفسي ما سمعتش حاجة عشان ما نكدش على نفسي في يوم زي ده. وبعد شوية لقيت حماتي نزلت على شقتها، غيرت هدومي وخرجت لمحمود. ومع خروجي من الأوضة لقيته شكله مهموم. سألت وقتها طبعا وأنا عاملة نفسي مش واخدة بالي: مالك يا محمود؟ شكلك متضايق كده ليه؟ هو في حاجة حصلت يا حبيبي ولا إيه؟ لا أبدا، مش متضايق ولا حاجة. وبعدين برضو هو في حد يتضايق وهو شايف القمر ده قدامه؟ بجد بقى انت طلعتي أجمل ما كنت متوقع يا سمورة. خلينا نقضي بقى الليلة من غير أي تفكير ولا زعل. هي مامتك كانت هنا من شوية، أصل أنا حاسة إني سمعت صوتها، بس مش عارفة إن كان حقيقي ولا بيتهيألي. أيوة فعلا، ماما جت هنا من شوية، كانت بتطمن علينا. ما تشغليش بالك انت يا حبيبتي. حاكم احنا عندنا هنا سلو أهل بلدنا، أم العريس بتطلع ليلة الفرح تطمن وتشوف الدنيا تمام ولا لأ. بس قوليلي بقى، هو انتي حلوة كده ازاي؟ كنت ملاحظة ان محمود بحاول يتوه الموضوع عشان مسألش اكتر في التفاصيل ولا اعرف هي مامته كانت موجودة ليه. لكن بحكم اللي سمعته فانا عرفت انها كانت طالعة عشان تتحكم فينا وتلغي شخصيتنا ورأينا. ومرضتش اتكلم ولا عملت مشاكل في اليوم ده خالص. وبعد يومين من فرحنا لقيت جوزي بيقولي: معلش يا سمر، انا عارف ان اللي هقوله ده ممكن يزعلك، بس خلينا نلغي سفرية شرم الشيخ دلوقتي عشان بيقولوا في مشاكل في السفر والطريق مش متظبط دلوقتي. انا لسه سامع ان في كذا عربية اتقلبت على الطريق وفي حوادث بشعة. يعني ايه الكلام ده يا محمود؟ وبعدين حوادث ايه بس؟ وطريق ايه يا ابني؟ الدنيا كويسة ومفيش اي مشاكل. انا لسه صاحبتي راجعة من شرم امبارح، ما جابتليش سيرة يعني ان الطريق مش مظبوط او في اي مشكلة. صاحبتك ربنا سترها معاها انها قدرت ترجع بيتها بالسلامة، لكن مش معنى كده ان الدنيا سالكة. صدقيني يا سمر، الدنيا اصعب من كده بكتير. خلينا قاعدين بس دلوقتي في بيتنا، وانا اوعدك اني هعوضك عن السفرية دي بعدين بإذن الله. طب اشمعنى يعني الكلام ده يا محمود؟ انا اللي اعرفه ان احنا كنا متفقين نطلع اسبوع او 10 ايام زي ما وعدتني. دلوقتي بتلغي السفرية خالص والاسباب غير معلومة. قولي الحقيقة يا محمود، انت مش عايز نخرج ولا نتفسح ليه؟ وقتها لقيته فضل يوهمني بكلام وقول لي انه قلبه مقبوض من ناحية السفر. كان قلقان وهو بيتكلم، لكن انا
كنت عارفة الحقيقة كلها. كنت عارفة إن مامته هي اللي منعاه من السفر، وإنها عايزة تمشي كلامها علينا. لكن وقتها عديت الموضوع وقلت معلش عشان ما يحصلش مشاكل. مرت الأيام والشهور، وللأسف ما كانش بيحصل حمل. كل شهر كنت انتظر إني أطلع حامل، لكن لما أعمل اختبار يطلع سلبي. وطبعا سحماتي ما كانتش بتتوصى. لقيتها سألتني في يوم قدامهم كلهم لما كنا متجمعين عندها في شقتها، وقالت لي بصوتها اللي كله جبروت: هو انت مش ناوية بقى تفرحينا بخلفتك ولا ايه؟ انا شايفة يعني ان الموضوع طول. اي واحدة عندنا هنا في العيلة بتحمل بعد كام شهر وبس من جوازها، انما انتي شكلك كده ما بتخلفيش. ليه بس الكلام ده يا حماتي؟ على فكرة انا مش باخد اي وسيلة لمنع الحمل ولا حاجة، والحمد لله انا كويسة وما عنديش مشاكل. لكن الحاجات دي كلها بتاعت ربنا، يعني محدش مننا في ايده حاجة، محدش في ايده حاجة يعملها لنفسه. انا يا حبيبتي عاوزة اشوف خلفة ابني وعايزة افرح بيه. هو ابني ذنبه ايه يعني يكون رابط حياته على واحدة زيك ما بتخلفش؟ بقولك ايه، من بكرة تيجي معايا للشيخ مرزوق، هو اللي هيحل المشاكل دي كلها وفرح قلبي قريب. طب هو الشيخ مرزوق ده هيعمل لي ايه يعني يا حماتي؟ انا بصراحة ما بثقش في الكلام ده خالص. يعني ممكن نروح لدكتورة ماشي، او نعمل اشعة وتحاليل، اي حاجة غير اني اروح لناس دجالين زي دول. ساعتها لقيت حماتي ردت عليا وهي عينيها بتطق شرار: اياكي بعد كده اسمع منك الكلام ده تاني. دجالين ايه يا اختي اللي بتقولي عليهم؟ مفيش اي حد قبل كده من العيلة احتاج للشيخ مرزوق في حاجة او قصده في طلب وكسفه ابدا. هو على طول بيحل مشاكل الناس كلها وبيراضي الكل. اعملي حسابك بقى واجهزي كده عشان من بكرة هتيجي معايا ورجلك فوق رقبتك. كنت مستنية جوزي يرد عليها او ينصفني في الكلام، لكن للأسف سكت عشان هو كان سلبي. ولما طلعنا شقتنا لقيته بيقول لي قبل ما افتح معاه الكلام: انا عارف انك مش مبسوطة يا سمر من كلام امي، بس صدقيني هي كل همها على مصلحتنا وعايزة تفرح بيا. مفيش مشاكل يعني لما تروحي معاها عند الشيخ مرزوق، ماما هي اللي هتدفع كل حاجة وهتتكفل بالمصاريف كلها. هو انا دلوقتي بتكلم عن المصاريف يا محمود؟ انا بتكلم عن المبدأ نفسه. ازاي يعني مامتك عايزاني اروح معاها لدجال عشان تشوف لسه ما حصلش حمل ليه لحد دلوقتي؟ بجد الكلام ضايقني جدا، خصوصا انك كمان ما ردتش على مامتك، سبتها تفضل تتكلم معايا وتلقح عليا بالكلام قدام سلايف الاتنين كده. هو في ايه بقى يا سمر؟ انت عايزه تعملي اي مشكله وخلاص ولا ايه؟ وبعدين منى ومروه سلايفك مش ناس غريبه يعني، هما الاتنين حصل معاهم نفس المشاكل في اول جوازهم، وماما راحت بيهم للشيخ مرزوق وسبحان الله خلفوا بعد كده على طول. يعني عايزه اطمنك واقولك انه بيحصل اهو، ما تبقيش قلقانه بقى ومشدوده كده. كنت مرعوبه وقتها مش عارفه اعمل ايه. فكرت اكلم امي قبل ما اروح مع حماتي للشيخ مرزوق اللي بتقول عليه، لكن في نفس الوقت كنت متوتره. وبعد تفكير طويل قلت بلاش اكلم ماما عشان ما تمنعنيش اني اروح، وساعتها حماتي هتبهدل الدنيا. وتاني يوم رحت مع حماتي عند مرزوق اللي كانت اوضته ضلمه، والمكان اللي هو قاعد فيه صعب جدا وريحته بشعه. كنت مخنوقه ومش قادره اتحرك خطوه لقدام. لقيت حماتي شدتني من ايدي: تعالي يا اختي اتحركي معايا كده، مالك وقفتي واتخشبتي عندك كده ليه؟ انا بجد يا طنط مش طايقه الريحه، الموضوع صعب جدا. وبعدين ايه الضلمه الفظيعه دي؟ تعالي يا حماتي نرجع البيت بالله عليكي، او نروح عند اي حد تاني. امشي يا بنتي وبلاش لكاعه، بلاش كلام فاضي، احنا هنا خلاص جينا ومش هنتحرك غير لما نشوف ايه مشكلتك. استحملي بقى شويه يا اختي لحد لما الدنيا تخلص كده. واوعي يا بت حسك عينك تبيني قدام الشيخ مرزوق انك مش طايقه المكان او انك متضايقه بالشكل ده. عدي الليله يا سمر عشان نخلص احنا كمان. اضطريت وقتها
إني أسمع كلام حماتي، رغم إن عمري ما كنت أتخيل إني أمشي في طريق زي ده أو ألجأ للدجل والشعوذة عشان موضوع الحمل. لكن سمعت كلامها وأنا مضطرة. وطبعا زي عادة كل الدجالين، الشيخ مرزوق فضل يطلب مننا حاجات وطلبات كتيرة جدا. والغريبة لما لقيت إن حماتي موافقة على كل طلباته، خلصنا اليوم ده ورجعنا البيت بعد ما الشيخ مرزوق طلب مننا نرجع نروح له مرة تانية في آخر الأسبوع. ولما وصلنا البيت لقيت حماتي بتقولي: اسمعي بقى يا سمر وركزي كويس في كلامي، عايزاكي تشربي من المية دي كل يوم وتحطي منها على أكلك. اسمعي الكلام كويس عشان يتم المراد زي ما الشيخ مرزوق وعدنا. أنا مش فاهمة بس يا حماتي إيه لازمتها البهدلة دي كلها؟ وبعدين المية دي هتعمل لي إيه يعني؟ دي شوية مية عادية جدا ما فيهاش أي حاجة. مش عارفة يعني إيه الفكرة من إننا ندفع فلوس قد كده في حاجة زي دي. هو أنا مش قلتلك اسمعي الكلام وخلاص ومش كل حاجة تجادلي فيها؟ أنا معرفش بس هو أنت متعبة كده ليه؟ لازم كل حاجة تتدخلي فيها وأنت أصلا مالكيش إن أنت تتكلمي. ابتديت أسمع كلام حماتي رغم إني ما كنتش مقتنعة أبدا باللي بتقوله. عملت حاجات غريبة وشربت مية ما كنتش عارفة إيه مصدرها، لكن كنت ملاحظة إني على طول دايخة وهمدانة، ما بقدرش أقوم ولا أعمل شغل بيتي. عشان كده قلت لازم أتكلم مع جوزي في الموضوع ده. ولما رجع في يوم من الشغل كنت قاعدة مستنياه ومحضرة كل الكلام اللي هقوله. بمجرد ما دخل من باب الشقة قعدت قصاده: محمود، أنا خلاص ما بقيتش مستحملة اللي بيحصل معايا ده كله، الدوخة اللي بتحصل لي والهمدان اللي أنا على طول فيه أكيد وراه حاجة. أنا اليوم اللي بنسى أخد فيه العلاج اللي مامتك مسمياه علاج يعني وماشية ورا كلام الشيخ زفت، بحس إني أحسن بكتير من الأيام اللي باخد فيها العلاج بتاعه. أنا تعبت يا محمود ومش همشي ورا كلام الراجل ده تاني أبدا. انت ازاي بس بتقولي الكلام ده يا سمر؟ انت عارفة ماما لو سمعت الكلام ده هتعمل ايه؟ يعني ماما كل همها على مصلحتك وبتعمل كل ده وبتدفع فلوس قد كده عشانك وعلشان نفرح قريب كلنا بإذن الله. وانت دلوقتي تقولي مش همشي على العلاج ومش عارفة ايه؟ فيها ايه يعني لما تستحملي شوية كمان وتكملي علاجك لحد لما ربنا يفرجها؟ لا يا محمود، مش هستحمل ولا يوم كمان، مش هستحمل يوم زيادة بالوضع اللي أنا فيه ده. محدش فيكم حاسس بتعبي ولا حاسس قد إيه أنا بعاني. كل اللي عليها إنها عايزة أسمع كلامها وأمشي على اللي هي بتقوله خلاص، لكن التعب اللي أنا بمر بيه وحاسة بيه هيقضي عليا. بقول لك إيه يا سمر، أنا عارف إن أنت طول عمرك بتبالغي في الوصف وبتبالغي في كل حاجة. شوية تعب بيحصلوا عادي زي أي ست في الدنيا ما بتمر بالتعب ده. انتي بقى لازم تكبري الموضوع وتهولي الموقف، وبعدين فكري صح شوية. طول ما انتي بتتعبي كده يبقى العلاج شغال صح وجايب مفعول. انتي المفروض تقلقي لو لقيتي نفسك كويسة والدنيا ماشية زي الفل، لأن وقتها العلاج مش هيكون جايب أي نتيجة. كلام جوزي كنت بقنع نفسي بيه، لكن كنت برجع أفكر كويس بيني وبين نفسي وأقول مش طبيعي أبدا كل التعب اللي أنا فيه ده. هو أنا عشان أخف لازم أتعب كل ده وفرض عليا أكون ساكتة ومستحملة؟ هو العلاج ده يعني بيعمل إيه؟ معقولة هو اللي بيعمل فيا كل الأعراض دي؟ ساعتها صممت إني هاخد العلاج اللي كان عبارة عن أعشاب وأدوية مطحونة، وقلت لازم أروح المعمل وأعرف إيه الموضوع بالظبط. طبعا كنت عايزة أعمل كل ده من ورا حماتي، لكن للأسف هي دايما كانت رجلها على رجلي في أي مكان بروحه وأي خروجة برا البيت. لكن اليوم ده قررت إن أتحجج، عشان كده قلت لها: للأسف يا حماتي أنا كلموني دلوقتي من البيت وقالوا لي إن ماما تعبانة جدا، هما لسه مبلغيني بالخبر من شوية، وأنا بصراحة لازم أروح أزورها دلوقتي حالا. يعني حبكت تروحي عند أهلك النهاردة؟ ما تستني لبكرة أحسن، وهو الصباح رباح، وبالمرة يعني أجي معاكي. معلش يا حماتي مش هينفع، أنا لازم أروح أشوف أمي دلوقتي حالا وأطمن عليها، وبكرة ابقي تعالي لو حضرتك حابة.
حماتي كانت شاكة فيا، لأن وقتها كنت واقفة مش على بعضي، وكان باين جدا عليا التوتر، لكن أنا قدرت أنفد منها اليوم ده. وبعد ما خرجت من البيت اكتشفت إني نسيت موبايلي من كتر ما كنت متسربعة وماشية بسرعة. رجعت تاني عشان أجيبه، لكن اتصدمت صدمة عمري لما سمعت حماتي بتقول لسلفتي: أنا مش فاهمة، بس هي مالها مش تعبانة ليه؟ يعني أنا شايفاها إنها فيها صحة وحيل تقوم تجري أهو رايحة عند أمها. معرفش البت دي ما بتتهدش ليه؟ سلفتي ردت عليها وقالت لها كلام ما فهمتوش وقتها، لكني فهمت معناه بعدين. ما تستعجليش يا حماتي، إن شاء الله هيحصل كل اللي احنا عايزينه، أهم حاجة بس الصبر. استني واحدة واحدة كده لحد لما العلاج يجيب مفعوله، وساعتها هتشوفيها وهي راقدة في السرير ما بتتحركش من مكانها، وبإذن الله نجوز محمود واحدة أحسن منها، والمرة دي تكون على مزاجنا. لما سمعت الكلام ده حسيت اني اتجمدت في مكاني. هما ازاي بيقولوا عني كده؟ ازاي بيفكروا فيا بالطريقة دي؟ وبعدين علاج ايه اللي هيخليني راقدة في السرير ما اتحركش من مكاني؟ يبقى كده شكي كله طلع في محله. يعني ايه؟ يعني ايه يا خلق هو؟ وقتها حماتي اخدت بالها اني واقفة وبسمعهم، عشان كده لقيتها مرة واحدة هجمت عليا وهي بتقول: فيه ايه يا بت؟ انت طلعتي بتلمعي اوكر وتقفي ورا البيبان تتصنطي على اللي بيتكلموه ولا ايه؟ ده انت نهارك مش فايت النهارده، انا هعلمك الادب على الحركه اللي عملتيها دي. اوعي كده يا حماتي، سيبي دراعي. هو انا عملت ايه يعني؟ انا لسه راجعه دلوقتي عشان اكتشف اني نسيت موبايلي عندكم. انا مش بتصنط على حد ومعرفش انت قصدك ايه. يا سلام، بقى انت يا بت عايزه تقنعيني انك ما سمعتيش حاجه؟ وبعدين فين تليفونك اللي بتقولي عليه ده؟ انا ما سمعتش حاجه يا حماتي، ومش عارفه بجد انت ليه بتعامليني بالطريقه دي. بعدين انا موبايلي هناك اهو على الترابيزه، والله العظيم فعلا نسيته وراجع عشان اخده. طب يلا يا اختي اخلصي خديه وروحي شوفي كنت رايحه فين. دخلت بسرعه اخدت الموبايل، لكن كنت مصدومه من اللي سمعته. الكلام لسه بيدور في بالي، مش قادرة أفهمه ولا أحلله. لكن قبل ما أمشي خطوتين قدام البيت لقيت جوزي رجع من بره، عشان كده معرفتش أكدب عليه، لأنه كان هيجي معايا عند أهلي. ولما سألني كنت رايحة فين قلت له وأنا بحاول أنظم كلامي: ماما تعبانة يا محمود وكلموني عشان أروح أزورها، لكن الحمد لله أختي لسه مطمناني دلوقتي وقالت لي إنها بقت أحسن، عشان كده بقى هروح لها بكرة الصبح. ما تعرفش أنا كنت قلقانة عليها إزاي، لكن الحمد لله هي دلوقتي كويسة. لو عايزاني أروح أوصلك عند مامتك تعالي نروح دلوقتي عشان تطمني عليها، وبعدين هتروحي بكرة الصبح لوحدك إزاي يعني؟ لا، ما تقلقش يا محمود، أنا بقولك إنها بقت كويسة الحمد لله، وأختي طمنتني. بعدين أنا حاسة بدوخة كده وشوية صداع فجأة، محتاجة إني أطلع أرتاح وأنام دلوقتي. جوزي وقتها كان مستغرب من كلامي، لاني كنت بقول كلام متناقض، لكن انا ما كنتش عاوزاه يجي معايا لاني ما كنتش رايحه عند اهلي، وفي نفس الوقت كنت هتجنن واعرف العلاج اللي باخده فيه ايه بالظبط. عدت الليله دي عليا وكانت من اصعب الليالي اللي شفتها في حياتي. طول الليل كنت بحلم بكوابيس واقوم مفزوعه، لحد لما قررت اني مش هنام الكام ساعه اللي فاضلين في الليل. والصبح بدري لبست وخرجت على المعمل، وهناك طلبت منهم يعرفوني ايه محتوى العلاج اللي باخده بالظبط. ساعتها الدكتور بعد ما شاف المواد الفعالة وقدر يحللهم ويعرف كل حاجة، لقيته بيقول لي الكلام اللي صدمني حرفيا: للأسف يا مدام، والله ما عارفة أقولك إيه، أنا مش فاهم إزاي في حد كده ممكن يعمل المصيبة دي. العلاج ده المفروض إنه على المدى الطويل بيسبب شلل نصفي، وبيعمل أعراض دوخة طول الوقت وخمول. لكن يا ريت تصرحيني انت جبت العلاج ده منين؟ ما كنتش قادرة أرد على الدكتور ولا أتكلم، لكن طبعا ما عرفتوش الحقيقة. مش عارفة ليه ما قلتش الحقيقة، ولا قلت إن حماتي هي اللي كانت بتديني العلاج ده. يمكن
يمكن عشان كنت خايفة الموضوع يكبر أو الخبر ينتشر. ساعتها لقيت نفسي باخد العلاج وبجري من قدام الدكتور. رجعت البيت وأنا متوترة جدا، نبضات قلبي كنت سامعاها من كتر التوتر. وقتها قررت إني لازم أوقف العلاج اللي باخده بعد كل اللي سمعته واللي عرفته عنه، لكن قلت لازم أواجه حماتي بكل اللي عرفته. وتاني يوم كنت نازلة عشان أكلمها وأعرف هي ليه عملت فيا كده. لقيت جوزي وإخواتي موجودين كلهم في شقتها. جوزي كان شكله متضايق جدا. سألته وقتها باستغراب: خير يا محمود، في إيه؟ ليه كلكم متجمعين كده؟ ماما تعبانة قوي يا سمر، فقدت النطق فجأة كده ومش عارفين ايه اللي حصل معاها. لسه مكلمين الدكتور وجاي في الطريق اهو. طب حصل ايه معاها يعني؟ وقعت طيب من على السلم ولا حصلت لها اي مشكلة؟ صدقيني معرفش يا سمر، الدكتور هيجي وطمنا بإذن الله. فضلنا قاعدين مستنيين الدكتور يجي عشان نعرف ايه اللي حصل لحماتي، لكن للأسف حتى لما الدكتور جه ما قدرش يفيدنا ولا عرفنا ايه اللي حصل معاها. طلب أشعة على المخ وتحاليل وحاجات كتير قوي. وبعد ما نتيجة الأشعة ظهرت الدكتور قال: للأسف يا جماعة الحاجة حصلت لها جلطة في النص الشمال من مخها. أنا آسف إني ببلغكم بخبر زي ده، بس هو ده اللي حصل. يعني إيه الكلام ده يا دكتور؟ طب والجلطة دي هتفضل مستمرة عندها كده كتير ولا ليها علاج؟ صدقني يا أستاذ محمود، أنا معرفش حالة والدتك هتوصل لإيه، لكن هنحاول معاها وإن شاء الله ربنا يقدم اللي فيه الخير. حالة حماتي كانت صعبة جدا، الدكاترة احتاروا فيها، ما كانوش عارفين يوصلوا لعلاج معين ليها. لكن أنا وقتها ما كنتش عارفة أتكلم مع حد ولا أحكي اللي حماتي عملته فيا. اليوم ده حماتي اتحجزت في المستشفى، وطبعا لما رجعت البيت ما طلعتش على شقتي وقلت لازم أدخل شقة حماتي وأعرف كانت مخبية إيه عني. كنت شاكة إنها أكيد عاملة حاجة من ورايا وبتحاول إنها تأذيني، زي ما كانت بتديني العلاج وعايزاني أرقد في السرير وأفقد الحركة وأتشل وأفقد النطق كمان. لكن سبحان الله، هي اللي حصل معاها نفس اللي كانت عايزة تعمله معايا. واليوم ده فتحت دولاب حماتي على أمل إني أعرف اللي مخبياه عني. لقيتها حاطة أعشاب زي اللي باخدها في علب كتير قوي ومرقماهم: 1 2 3. فهمت وقتها إن دي العلب اللي كانت عليها الدور. يعني لما كنت باخد العلاج والمفروض إني أخلص اللي عندي كانت هتديني العلاج اللي بعده. اتصدمت، ما كنتش مصدقة ولا مستوعبة إن في بشر بالشكل ده. ده غير إني لقيت حاجات خاصة بيا كانت مختفية من عندي، لقيتهم كلهم في دولاب حماتي. عرفت إنها كانت واخدة حاجة من عندي عشان تعمل لي بيهم أعمال. سكت سكت وطلعت على شقتي وأنا مصدومة، بس قررت إني أسكت وما أتكلمش مع أي حد في الموضوع ده، لأني لو اتكلمت محدش كان هيصدقني. وبعد فترة من الكتمان قررت إني هحكي لأختي، وفعلا قعدت معاها وحكيت لها على كل اللي مريت بيه. لقيت أختي بتقولي وهي مصدومة: طب وانتي ازاي تسكتي على حاجة زي دي يا سمر؟ يعني تكون حماتك بتأذيكي بالشكل ده ومجهزة لك علاج ولا زفت أعشاب زي ما بتقولي كده تضرك بيها وانتي تسكتي؟ يا بنتي انتي لازم تعرفي جوزك وتعرفي أهله كلهم. حماتك دي مش سالكة، عشان كده سبحان الله ربنا ابتلاها بالجلطة. طب وانا هتكلم اقول ايه بس يا ناهد؟ يا حبيبتي انا خايفة احسن اتكلم محدش يصدقني. ابسط حاجة خالص جوزي هياخد العلاج ده يرميه ومش هيعترف بيه، او ممكن يقول انه بسبب الشيخ مرزوق والخلطات اللي بيعملها. يعني اكيد هيخرج امه من المشكلة خالص. مستحيل يعترف ويقول ان امه عندها مشكلة او هي اللي عايزة تأذيني فعلا. انا مش عارفة بس انت ازاي سلبية كده يا سمر؟ يا بنت حماتك كانت ناويالك على نية مش كويسة، وزي ما انت قلتي انت سمعتيها بنفسك بتكلم سلفتك قبل اللي حصل وفهمت انهم متفقين عليكي هما الاتنين. مش عارفة بقى انت ازاي ساكتة لحد دلوقتي؟ دلوقتي حماتي فقدت النطق والحركة يا ناهد. يعني سبحان الله ربنا اداها من نيتها، وزي ما هي كانت عايزة
تعمل فيا حصل فيها. وبالظبط كمان انا مش عايزه اتكلم عشان ما اخربش بيتي. انا بحب جوزي يا ناهد، وواثقه ان ربنا ان شاء الله هيعوضني. بجد مش عارفه اقول لك ايه يا سمر. انت كده بتسكتي عن حقك. اللي حصل ليكي مش شويه ولا قليل عشان تسكتي عليه. دلوقتي لازم تعرفي جوزك بكل اللي انت عرفتيه. حتى لو حماتك دلوقتي ضعيفه ومش قادره تتكلم ولا ترد عن نفسها، بس لازم تعترف فعلا ان اللي حصل كان من اذاها ليكي. مش عارفه يا ناهد، بس انا خايفه اتكلم او اقول حاجه زي كده البيت يولع نار وبيتي يتخرب. انا بصراحه مش عايزه خراب، ومش عايزه حد يشمت فيا. يا بنت، ما هو طول ما انت خايفه كده هتفضلي دايما تتاذي من اللي حواليكي. انت دلوقتي معاكي الحق لانك انت اللي مأذيه، يعني ما انتش عامله مشكله ولا عامله مصيبه عشان لا قدر الله تخافي منها. ناهد اختي كانت مغلطاني، كانت شايفه اني لازم اتكلم، لكن انا قررت اني اخبي السر ده، لان حماتي بعد ايام بسيطه من المشكله اتوفت. ساعتها قلت انها جت من عند ربنا، وان حماتي راحت وراح السر معاها. لكن اللي عملته ان بعد شويه من الوفاه خليت جوزي ياخد لي شقه بعيده عن بيت العيله عشان اكون بعيده عن سلايف اللي بيكرهوني من غير سبب. والله ما عملت في حد حاجه، ولا هم عملوا في نفسهم حاجه. كل واحده فيهم بتكره التانيه من غير سبب. وانا بقى عايزه ابعد عن الدايره دي خالص، وما يكونش ليا معاهم اي احتكاك. انا جايه دلوقتي بحكي تجربتي عشان احذر كل واحده من بيت عيله زي ده. يمكن في بيوت عيله ناس محترمين وكل واحد في حاله، بس انا بحكي اللي حصل معايا. خدي حذرك وخليكي واخده بالك كويس قوي من كل اللي حواليكي، خصوصا سلايفك وطبعا حماتك لو يعني بترمي ودنها لواحده منهم. واكيد برضو مش كل الناس وحشين، لكن برضو محدش ضامن حد. الدنيا زي ما فيها الحلو فيها الوحش، وللأسف الوحش بزيادة قوي قوي قوي. خليكي دايما حريصة، ما تسكتيش على أي حاجة بتحصل معاكي وقلبك مش مطمن. حط تحت الكلمة دي مليون خط، قلبك مش مطمن. أنا واحدة اتعرضت للأذى من حماتها، وكانت ناويالي نية سيئة، وبرضه معرفش ليه. يمكن فعلا زي ما سلفتي قالت إنها كانت عايزة تجوزه واحدة تانية، بس أكيد طبعا ما يديهاش الحق إنها تأذيني بالشكل ده، ولا يدي سلفتي الحق إنها تتفق معاها وتقويها عليا. انتي بقى دخلتي في بيت عيلة شفتي منهم حاجة، ولا تجربتك أحسن بكتير؟ دلوقتي حوارات بيت العيلة كترت قوي، واحنا عايزين كل واحدة تسيب رأيها. فعلا دخلت في بيت عيلة وحصل لك مشاكل من النوع ده وفيها أذية للدرجة دي، ولا كانت مشاكل بسيطة وقدرتي تتخطيها؟ ولو ما دخلتيش في بيت عيلة مرتاحة والمشاكل بينك وبين جوزك نسبة معدومة، خلينا نستفيد من تجارب بعض. كل واحدة تسيب تجربتها في التعليقات.